طبعا الفيلم بيتكلم عن الحظ السيء. الحظ السيء ده ملازم فتاة صغيرة فترة طويلة من الوقت لحد ما يتعدل معاها. في أحداث مثيرة بقى في الفيلم بتحصل لغاية ما الحال ده يتعدل معاها وتبقى محظوظة جدا. ولو أنت أول مرة تشوف قناتنا أتمنى تدعم مجهوداتنا بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ملخصات الأفلام. وندخل في قصة الفيلم. ملخص الفيلم النهارده بيدور حوالين سام، البنت الصغيرة اللي عايشة في ملجأ هي وصديقتها الوحيدة هيزل. هو فرق السن بينهم مش كبير قوي بس هم أصحاب جدا. يبدأ فيلمنا النهارده عليهم هما الاتنين وهما بيصوروا مع بعض كليب بالموبايل. اللوكيشن يقع عليهم ويتاخدها. صاحبتها تقول لها ده كده حظك سيء جدا. صاحبتها الصغيره تقرر اللي هي تطلعها من الحظ السيء ده وتديها مجموعه لعب كلها تجيب الحظوظ، وتقول لها هيعطيك مجموعه من التمايم عشان تضيع عنك الحظ السيء وتجيب لك الحظ الجميل. قبل ما الحظ يشتغل معاها خش عليها مديره الملجأ وتقول لها مبروك يا سام، انت خلصت كبرتي وبقيت عندك 18 سنه والقوانين بتمنع ان انت تقعدي جوه الملجأ اكتر من كده. انت هتنتقلي لمكان تاني وتروحي تشتغلي عشان تصرفي على نفسك وتعتمدي على نفسك. ايه الحظ النحس ده. وفي طريقها من البيت الجديد تفتح شنطه ذكرياتها وتفتكر لما كانت